عمرك وقفت قدام المراية وقلت لنفسك أنا فشلت وتعبي راح على الفاضي؟ عمرك حسيت إنك ماشي في طريق وفي الآخر تلاقي نفسك رجعت لنفس نقطة الصفر؟ تحس إنك بتجري بس مش عارف، ما انتش عارف بتجري على فين، وكل باب بتخبط عليه بيتقفل، وكل حلم بتخطط له بيفلت منك. يمكن خسرت شغل أو حلم أو علاقة كنت متمسك بيها وحسيت إنك مهما عملت الدنيا ضدك. في اللحظة دي أغلب الناس بتقول أنا فاشل، بس الحقيقة أنت مش فاشل ولا حاجة، أنت بتتجهز، لأن الفشل مش عقوبة، الفشل تجهيز من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عمره ما بيكسر حد ولا ما بيمنع عنك حاجة إلا لو شايفك مش جاهز ليها دلوقتي، هو بس بيجهزنا للخطوة اللي جاية. عارف لما تمسك طينة كده وتشكلها قبل ما تبقى تمثال جميل، لازم تتكسر وتتشكل وتتسخن بالنار. هي دي حياتنا بالظبط، كل فشل بيعيد تشكيلك من أول وجديد. خليني أحكي لك عن مرة كده وقعت فيها. كنت داخل على موضوع وكنت شايفه ضربة العمر، خططت وحلمت وتعلقت بالنتيجة، بس لما بدأت أنفذ كل حاجة راحت غلط، والناس اللي كنت واثق فيهم اختفوا. لقيت نفسي في ليلة واحدة راجع لنقطة الصفر. قعدت على السرير مش قادر أصدق إن كل ده راح. فضلت أسأل نفسي ليه يا رب، وكنت حاسس إن ربنا ظلمني. بس بعدها بفترة لما الهدوء رجع بدأت أفتكر تفاصيل صغيرة وقرارات كنت واخدها بسرعة، تفاصيل كنت متجاهلها، وعلامات أكدت لي إن الطريق ده كان غلط، بس أنا كنت مستعجل النتيجة. الفشل ده كان رحمة من ربنا، كان تدريب على الصبر، وكان تدريب على الهدوء، وعلى إن النجاح مش في أول محاولة، النجاح في اللي بيكمل بعد الفشل. ومعنى الفشل الحقيقة يا جماعة إن إحنا بنخاف من الفشل أكتر من الموت. يعني لو مشروع فشل الناس تضحك، ولو علاقتك انتهت بيقولوا معرفش يحافظ، بس محدش بيسأل اتعلمت ايه ولا اتغيرت ازاي. الفشل الحقيقي مش انك تقع، الفشل الحقيقي انك تسيب نفسك واقع. يعني مثلا عندك توماس إديسون، فشل أكتر من 1000 مرة قبل ما يخترع المصباح. ووالد ديزني اتفصل من جريدة لأنه ما عندوش خيال. وستيف جوبز اتطرد من الشركة اللي أسسها، بس كلهم صدقوا في النهاية إن اللي بيحصل كان بيجهزهم مش بيكسرهم. يعني الفشل في وقته كان مأساة، بس بعد سنين بقى محطة إعداد. لو ركزت شوية هتلاقي ربنا دايما بيعيد تشكيل الناس دي قبل ما بيفتح لهم الباب الكبير. وفي ناس عادية زي وزيك اترفدوا من شغلهم أو خسروا مشروع، لكن خدوا القرار في النهاية إنهم مش هيسيبوا الفشل يعرفهم. دلوقتي بقوا في مكان ما كانوش يحلموا يوصلوا له. يعني مثال واقعي، مثلا في قصص الأنبياء كان في مراحل بتبدو كأنها فشل، لكنها كانت تجهيز من ربنا سبحانه وتعالى. قصة سيدنا يوسف عليه السلام، اترمى في البير ودخل السجن ظلم. كل محطة كانت جزء من التجهيز. لو ما دخلش السجن ما كانش قابل الملك، ولو ما قابلش الملك ما كانش بقى عزيز مصر. لو شلت أي محطة من حياته هتلاقي القصة كلها كانت هتبوظ. موسى عليه السلام اتربى في بيت عدوه وهرب لمدين واشتغل راعي غنم، بس كل ده كان إعداد للرسالة. وأيوب عليه السلام نفس الكلام برضه، اتسلب منه كل حاجة، بس في النهاية ربنا رجع له أكتر مما كان. ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني ممكن تكون الحاجة اللي وجعتك هي اللي هتوصلك لحلمك، بس انت لسه مش شايف الصورة دي كاملة. ربنا بيجهزك على قد المهمة. أوقات بنطلب نجاح كبير بس احنا لسه ما استحملناش تعب صغير. ربنا مش بيقولك مش هديك، هو بس بيقولك لسه مش دلوقتي. الفشل ساعات بيخلينا نغلط في ربنا، لكن الحقيقة ربنا بيحضرك للخطوة اللي بعديها. ازاي بقى نتعامل مع الفشل؟ تعال نتكلم عملي شوية. لو فشلت هتعمل ايه؟ أول حاجة لازم تقبل وتاخد وقتك وتراجع نفسك، وما تقاومش الحقيقة. ما تقعدش تقول ليه أنا، قول تمام وحصل خير وتعلم. اسأل نفسك أنا المفروض أتعلم إيه من اللي حصل لي؟ وإيه اللي خلاني أوصل لكده؟
مش عشان تلوم نفسك، لا، علشان تفهم، لأن اللي ما بيتعلمش من الفشل بيعيد نفس السيناريو. ابدأ من جديد، مش من الصفر، حتى لو بخطوة صغيرة، لكن من الخبرة اللي شفتها. أوقات الخطوة الصغيرة دي بتفتح لك باب كبير جدا. وقرب من ربنا. ساعات الفشل بيكون دعوة للرجوع لربنا سبحانه وتعالى. يمكن ربنا بيقول لك تعالى، انت بعيد. الخسارة يا جماعة ممكن تكون درس. الناس اللي بعدت عنك ممكن يكونوا تنقية من ربنا مش خسارة. والتأخير اللي مضايقك ممكن يكون ستر من حاجة كنت هتندم عليها. كل مرة هتقعد تقع فيها بتقوم أقوى. الفشل بيديك أدوات مش قيود. يمكن دلوقتي انت في مرحلة صعبة وحاسس انك لوحدك وانك خسرت كل حاجة، بس صدقني اللي انت فيه ده مش نهاية الطريق، ده مجرد تجهيز. لما تفشل هتعرف ان ربنا لسه بيجهزك. ممكن بيجهزك لفرصة اكبر او لمكانة اعلى او لشخصية اقوى. يا جماعة الماس بيتكون تحت الضغط، والدهب بيتنقى بالنار، وانت اكيد بيتجهز لك بس بطريقة ربانية. وفي النهاية لو الكلام ده لمسك، اعرف انك على اول طريق الرحلة. ما تنساش تشترك في القناة وخليك دايما معايا، لان اللي جاي في رحلة وعي مش مجرد كلام، ده شفاء اللي جواك. السلام عليكم.